السلام عليكم من مطبخ مشكور. اليوم راح اسوي لكم توب كابي من تركيا. عندنا فخاذ مال دجاج راح ننظفها كل زين. هاي المنطقه يصير بيها الزفر وهاي الزوائد مالته لازم نشيلها. حتى نشيل هذا العظم مال الفخذ اكو تكنيك معين. اقصها من هنا، اقطع هذا العصب كله اللي يتصل بين الفخذ والعظم مالته، واول ما يفصل العصب عندنا عن الجلد اكمشه من هنا واكسره وافره بهذا الشكل. هاي الحركه السحريه راح يطلع العظم مال الفخذ. بقى عندنا هذا العظم راح اشرحه ونطلع من اللحم. الفخذ حيتنظف يصير عندنا بهذا الشكل بدون عظام وبدون عصب. بعد ما دقيناه راح نخلي ملح وزيت الزيتون وفلفل اسود. راح نقطع بصل ناعم، طاوع على النار، زيت الزيتون، راح اخلي اللوز واخلي البصل، وهسه اجي وقت البهارات. ضيف الكاري والكزبره والبابريكا حمراء خشنه، شويه ملح، لا هواي شويه راح احمس البهارات لحد ما تطلع ريحتها، وهسه نضيف المي، وهسه نضيف المعدنوس. وبمثل هاي الوصفات استواء التمن كلش دقيق راح يدخل بالطاوه، بعدين نروح بالفرن. فاحنا كذا راح نحتاج تمن مشكور، ارز بسمه سله 1121 حبايه طويله. بعد ما غسلناه ونقعناه 10 دقائق راح اضيفه للمي واعدله بهذا الشكل واخليه على النار 10 دقائق حتى ياخذ نص استواء. لما تشتغلون بالدجاج انتبهوا كل زين لان البكتيريا راح تكون بكل مكان والسلمونيلا منتشره، فاكيد عندنا جرين كلين هو راح يعقم وينظف المكان. راح اخذ الدجاج واخليه بالكاس بهاي الطريقه، راح احشيها بالتمن اللي هو نص استواء، وراح اسدها كلش زين بهاي الطريقه. راح نقلبها حتصير عندنا بهذا الشكل، واسوي الثانيه واخليها بصفها. وهسه راح نسوي صوص للدجاج، معجون، الفلفل، الكاري والكزبره والملح، ونحرك كلش زين. هسه راح ندير الصوص واغطيه كلش زين واخليه بالفرن حراره 180 مده نص ساعه، وبعد نص ساعه صار عندنا بهذا الجمال. شوف من جوا شلون التمن عندنا مستوي والدجاج مستوي بعد ما تنشال. مو مالها مو مال شطل. وبعد كل اللي سويناه بالتمن نطه والفرن صار عندنا بهذا الجمال الحبايه مفلفله. وللحلويات البسبوسه استخدمنا ايس كريم اسكدنيا. خلصت وصفتنا هذا اليوم. هذا البرنامج برعاية وكالات شركة المتسوق. رمضان كريم عليكم.